ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لا بجد بجد محتاجه اعرف عاملين ايه. يعني مسحولين زي كده ولا انا لوحدي اللي زنقت نفسي ولا ايه بالظبط؟ المهم انا عارفاكم كلكم مزنوقين دلوقتي في ترتيبات العيد وتنظيفات العيد والذي منه، وعارفه ان احنا اخر اسبوع في رمضان ده بناكل اي كلام. فانا النهارده جايه افكركم باكلتين اي كلام بس تحفه على سفره رمضان. ومش هياخدوا معاكم غير ربع ساعه بالكتير، ربع ساعه بالكتير هتقفوا في المطبخ، وبعد كده هتعملوا ألذ فطار. طبعا الفيديو ده متصور على يومين، فاول حاجه كان اول يوم فيهم عملت بيكاتا فراخ بالمشروم. اول حاجه طلعت البانيه ونقعته في ملح وليمون كده علشان ايه؟ ننضفه زي ما بننضف الفراخ عادي زي ما احنا متعودين. وبعد كده مسكت البصل، قشرت بصل كده 3 بصلات وقطعتهم مكعبات على قد ما قدرت، خليتها مكعبات صغيره عشان البصل ما يبقاش ظاهر قوي يعني. بعد ما خلصت البصل بدأت بقى انضف المشروم. وانا دايما بشوف الناس بتقول ان المشروم ده بيتنضف بفوطه نظيفه او بمناديل او كده، بس انا بصراحه ما اقتنعتش بالكلام ده كله. انا كل ما باجي انضفه بفضل امسحه زي كده بمناديل، وفي الاخر برجع اغسله تحت الميه عادي جدا وما بيحصلوش اي حاجه خالص، طعمه هو هو ويعني كل حاجه. بس انا بحس بصراحه ان هو لازم ينضف، يعني بحس ان انا مهما نضفته بيفضل فيه حاجات او طينه او كده، ما يعني مش مستحبه بالنسبه لي. فبغسله زي ما انتم شايفيني كده، غسلته تحت الميه. وجيت بقى للفقرة المحببة إلى قلبي، أنا بحب قوي قوي أقطع المشروم كده، بحس ملمسه فلافي كده لذيذ، مش عارفة، بصوا لذيذ خطير كده في تقطيعه. فقطعت كده المشروم وزودت على دول بصراحة، لأن أنا يعني ضاعفت كمية الفراخ اللي أنا هعملها، لأن لقيت الراجل أصلا مقطع لي البانيه قطع غريبة كده، يعني أول مرة بصراحة يجيب لي البانيه كده متقطع التقطيعة دي. المهم هعمل بقى جنب البيكاتا رز ابيض عادي جدا، بشوحه في شويه سمنه، وبعد كده بحط له مكعبين مرقه، يعني انا حطيت مكعبين عشان عامله كميه كبيره، والميه السخنه وخلاص على كده، وملح وفلفل، ويبقى كده الرز جاهز معانا. المهم يا ولاد، انتوا حبايب قلبي، وزي ما انتوا شايفيني بحاول التزم معاكم وانزل لكم فيديوهات باستمرار عشان نشجع بعض. فاتمنى تشجعوني كده بلايك وكومنت حلو، لان انا بحب اقرا كومنتاتكم جدا. وبصوا ببقى كده الابتسامه من الودن للودن لما بقرا كومنت لطيف يتبعت لي. فيعني عايزاكم كده تكتبوا لي كومنتات حلوه، وتقولوا لي اخباركم كده في زنقه العيد، وعملتوا ايه في التنظيفات. انتوا عارفين ان انا لحد النهارده انا كنت متخيله ان العيد يا جمعه يا سبت، اكتشفت ان النهارده ان هو خميس او جمعه، فيعني زنقت نفسي زياده عن الزنقه اللي انا كنت فيها. بصوا هنا بدات اعمل في البيكاتا، الحته دي ما اتصورتش، بس انا حطيت يعني معلقه زبده او سمنه، وحطيت القطع بتاعه البانيه على نار عاليه خالص، وحطيت ملح وفلفل اسود على كل جنب من ناحيتين، وشوحتها كويس قوي. بعد كده شلتها ونزلت حتة سمنة تاني في الطاسة، ونزلت بالبصل. البصلة هتتشوح كويس قوي لحد ما تدبل، بنزل عليها بملح وفلفل اسود برضو. بصوا بظبط يعني حاجات بسيطة خالص في كل مرحلة، لان انا بصراحة بحب الاكل يكون مظبوط، يعني مش بحبه يطلع في الاخر عادم يعني. المهم نزلت بالمشروم بعد ما البصل دبل. اول ما المشروم كمان دبل رحت نزلت بفصين توم، التوم هتطلع ريحته بس هبدأ انزل بمعلقة دقيق. انا حطيت معلقه كبيره لان انا كنت عامله كميه، فانا كنت عايزه كميه صوص كبيره يعني. يعني لو هتعملوا صوص اقل من كده قللوا طبعا معلقه الدقيق، اللي احنا مش عايزينه بشاميل، احنا عايزينها صوص كريمي كده. المهم نزلت باللبن، وبعد كده نزلت بشويه كريمه طهي، ولو ما عندكمش ما تحطوهاش، هي مش بتاثر في الطعم كتير، يعني هي بتضيف اضافه لذيذه، لكن لو مش موجوده مش هيبقى الطعم يعني وحش يعني. بعد كده خلاص غلت، نزلت بالبانيه يستوي جوه الصوص وكده خلاص. بصوا اكله سهله ما خدتش مني ربع ساعه واقفه. طبعا انا عارفه ان احنا اساسا كلنا دلوقتي يعني مش بنلحق اساسا ندخل المطبخ، ولا نقف وقت طويل، ولا نعمل بقى افتكاسات ولا اكلات يعني بتاخد وقت ولا كده. فيعني قلت اقول لكم على اكله سهله كده وبسيطه. المهم انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا النهارده زي ما قلت لكم اتزنقت في تنظيفات العيد وكده، فالنهارده اللي ابتديت ابص على السجاد وغسلت السجاد الحمد لله. عايزه بقى انزل الستاير. هو انا مش هنضف تنظيفات اللي هي قوي يعني، لان انا اوريدي كنت منضفه الشقه كلها على دخلة رمضان. بس يعني هشيل كده هلملم وهفرش الفرش الجديد بقى وامسح الشقه والكلام ده كله. المهم البيكاتا خلصت وشفتوا منظرها كان ازاي، كانت خطيرة ما شاء الله. بصوا اتنسفت وكانت تحفة بجد، عايزاكم تجربوها خصوصا في اليومين دول لان هي مش بتاخد وقت معاكم. ده كان تاني يوم بقى اللي هو كان النهاردة. انا نزلت اصلا جبت شوية طلبات كده كانت ناقصاني وحاجات عشان العيد، فرجعت متأخر جدا. كان الفطار يعني تقريبا فضل عليه نص ساعة بالظبط. يا دوب بصوا قطعت بصلاية وحطيتها في الكبة، وكمان قرن فلفل كده وحطيته معاها وفرمتهم فرم ناعم، ونزلت بيهم في طبق وحطيت عليهم اللحمه.
وبهارات حواوشي كده مجهولة المصدر جبتها من العطار، وملح وفلفل اسود وخلاص. سبتها تتبل شويه في التلاجة وعملت العصير. وبعد كده رجعت افتح بقى العيش واحطها في وافرد اللحمه كده في العيش. هنا الكاميرا فصلت وافتكرت ان هي صورت يعني، بس ما علينا، كده كده يعني جزئيه مش مهمه. فردت اللحمه كويس قوي كده في العيش. بحط طبقه مش سميكه قوي علشان تستوي بسرعه، والعيش ده اصلا بيبقى خفيف كده فما بياخدش وقت معايا في السوا. انا بفضل دايما ان انا اسويها على الطاسه، سايبه الجريلا الحقيره دي علشان اعمل فيها الحواوشي. هي باظت بسبب الحواوشي وانا سبتها بصراحه كده يعني، خلاص يعني بعمل فيها الحواوشي بس. المهم بدهنه كده زيت من تحت، بدهن الجريلا زيت، وبدهن كمان العيش من فوق. وبس كده. هحمر جنبه بقى شوية بطاطس على شوية طحينة، سلطة طحينة، على كمان شوية مخلل لو عندكم خيار او اي خضرة كده تحطوها جنبه. وزي الفل. بصوا يعني بجد ما بياخدش معايا وقت خالص، وانا بحسه على الطاسة بيبقى مقرمش وطري في نفس الوقت، لكن لما بحطه في الفرن بحسه بصراحة بينشف مني. مش عارفة يعني دي المشكلة عندي ولا كله كده، بس هو بصراحة على الطاسة مش بياخد وقت. وكده كده انا يعني كل اللي كنت عاملاهم يعني على بعضهم كانوا 7 ترغيف يعني، فما فرقتش. انا لما لقيت الوقت زنق معايا رحت شغلت الجريلا التانية على العين التانية عشان انجز يعني كده في الوقت. وكده يكون الفطار بتاعنا خلص، وكمان الفيديو خلص. اتمنى يكون عجبكم، وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. وباي باي.